السلام عليكم، ازيكم؟ ايه المطلوب مني كبنت او كشاب في فترة الخطوبة؟ وايه مفهومنا اصلا عن الخطوبة؟ هل الخطوبة معمولة بس علشان الحب والمشاعر؟ تعال اقولك، الخطوبة هي وعد بالزواج. يعني خطيبك زيه زي اي حد بره، ولكن هو معاه اوبشن زيادة ان انتوا تقعدوا مع بعض، تتكلموا مع بعض، تشوفوا هل هتنفعوا مع بعض وفي توافق بينكم وهينفع تكملوا حياتكم مع بعض ولا لا. يبقى الخطوبة هي فترة اختبار، فترة اكتشاف، فترة دراسة. فالطبيعي ان يكون النصيب الاكبر للعقل، الطبيعي انه يكون في فترة الخطوبة النصيب الاكبر للتفكير المنطقي للمنطق. يعني انا اوقف القلب شوية واشغل العقل. لكن اللي بيحصل الايام دي وبنشوف ان هم مجرد ما بيتخطبوا ويقروا الفاتحه نازل بقى بوست على الفيسبوك ان رزقته حبها ايه ستك. انت فاهم الموضوع غلط، انتوا لسه في فتره تقييم. لما اي حد فينا بيشتري جهاز وبيبقى فيه فتره تجربه، هل هو بيكتفي بمميزاته ويقول لا ده انا هعرف اتعامل مع عيوبه ايا كانت، ولا هو بيركز على العيوب ويشوف هل العيوب دي هيقدر يتعامل مع الجهاز وهي موجوده، وهل الجهاز بالعيوب دي هيأدي الغرض اللي هو مشتريه عشانه ولا لا. وده مجرد جهاز هينفع نستبدله في اي وقت، ما بال بشخص هتعيشي معاه اكتر من اللي فات من عمرك. يبقى احنا في الفترة دي لازم نركز قوي ونعرف الهدف من فترة الخطوبة. فترة الخطوبة دي يعني نعمة من ربنا علشان اعرف واقيم الشخص اللي قدامي ده، هل انا هأتمره على نفسي، هل هو ده ينفع يبقى ابو ولادي، واشوفها برضو هل البنت دي انا هأتمنها على بيتي وهي اللي هتربي لي ولادي ولا مش هينفع. اللي بيحصل فترة الخطوبة او في اي علاقة حب عامة، هرمون الدوبامين بيفرز بشكل كبير جدا، وده بيخلي الجزء المسؤول عن التفكير المنطقي في المخ بيصغر. عارفين المثل اللي هو بيقول مراية الحب عمياء؟ هو ده بالظبط اللي بيحصل فترة الخطوبة. بيبقى في شواهد وفي علامات كبيرة ان هم ما ينفعش تكملوا مع بعض، ولكن هم بيكملوا بداعي انه لا ما هو انا قبلاه كده، انا حباه كده بعيوبه، لا ده هو هيتغير عشاني. فلما نيجي بعد الزواج والمشاعر تهدى شوية والقلب يهدى شوية ويبدأ العقل يفكر، يسألوا نفسهم هو مين اللي أنا متجوزاه ده؟ هو ما كانش كده، هو اتغير ليه؟ هي بقت عاملة كده ليه؟ لا هو زي ما هو وهي بس انتوا كنتوا مركزين في حتة معينة. لو انت مش قادرة تحكمي عقلك ومش قادرة تفكري كويس، خدي رأي اللي حواليكي، خدي رأي أصحاب الخبرة اللي حواليكي. لما تلاقي كذا حد بيحط لك علامات استفهام في العلاقة دي وان العلاقه دي صعب تكمل، اسمعي الكلام، خدي كلامهم على محمل الجد. ان انت تتراجعي دلوقتي في الخطوبه افضل بكتير ان انت تتراجعي بعد الزواج. ان انت تتراجعي في الخطوبه افضل بكتير ان انت تتراجعي وفي اولاد، وافضل بكتير برضو ان انت تعيشي حياتك تعيسه بمجرد انه انا مش عايزه اتطلق وانه في اولاد. وكمان اندفاع المشاعر اللي بيحصل في الخطوبه بيخلي الموضوع صعب جدا. ان هم لو شافوا ان هم ما ينفعش يكملوا مع بعض او في عيوب صعب جدا ان انا اتعايش معاها، بيخلي الموضوع صعب جدا لان هم تعلقوا ببعض جدا ومش عايزين الألم اللي يحصل من الانفصال، فهم بيكملوا تحت اي ظروف، وبيحكموا القلب وبيفكروا بقلبهم في اهم فترة هم محتاجين يفكروا بعقلهم. فاحنا لو عرفنا الهدف من فترة الخطوبة ايه وتعاملنا معاها على انها مرحلة تقييم، مجرد مرحلة تقييم، هي مجرد مرحلة تقييم لشخص جاي لي انا هشوف هينفع اكمل معاه ولا لا. هو احنا ليه بنتعامل معاها ان هي خلاص احنا اتخطبنا وقرينا الفاتحه فخلاص كده احنا اتدبسنا، ما ينفعش نفسخ الخطوبه وما ينفعش نسيب بعض خالص. ركزوا كويس قوي في فتره الخطوبه ايه الخطوط الحمراء بالنسبه لك اللي انت مش هتقدري تتعايشي معاها خالص، وايه الحاجات اللي ممكن تقدري تتعايشي معاها، الحاجات اللي ممكن تتغير، ايه الطبائع اللي صعب ان انت يعني تتقبليها في الشخص اللي قدامك، وايه الحاجات اللي انت ممكن تتاقلمي معاها. مش لازم يكون الشخص اللي قدامك وحش او انت وحشه، لا ممكن يكونوا اتنين كويسين جدا بس مفيش توافق بينهم. اشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله.